ربيع الأول والآخر في مصر وعند المحبين كلها ليالي احتفالات مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند خواص المحبين فكل السنة احتفالات بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل السنة وكل الأيام وكل الخيرات إنما نلناها ببركة وجوده صلى الله عليه وسلم. ليس بركة وجوده في ليلة 12 من ربيع الأول، لا، إنما بركة وجوده حينما أراد الله أن يوجد الأكوان. لما أراد الله أن يوجد الأكوان خلق نورا سماه محمدا، خلق الأكوان من هذا النور، فلولاه صلى الله عليه وسلم ما وجدنا ولا ما خلقنا. فكل أنفاس الكون، يعني الكون كله يتنفس، والصبح إذا تنفس، هذا معنى من المعاني الصبح لكنه يتنفس، وكل الكون يتنفس، فكل أنفاس الكون إنما هي من هذا الصبح الذي تنفس في الوجود، ألا وهو نور سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. ما أخرنا عنكم إلا كان عندنا يعني سيادنا من أحفاد سيدنا الشيخ عبد الجواد الدومي رضي الله عنه. الشيخ عبد الجواد الدومي شيخ البيه الرملي، والبيه الرملي شيخ الحج أحمد رضوان، خد بالك من هذه السلسلة. وكنا في ديوان سيدنا الشيخ الطاهر الحامدي رضي الله عليه، وده الشيخ الطاهر اللي سيادنا قالوا القصيدة بتاعت الشيخ أبو شرقاوي دلوة ذكر فيها، لأن كان في زيارة سيدي أبو الحجاج يزور مع الشيخ أبو شرقاوي مع السيد يوسف وهكذا، ولهم كرامات عظيمة. فإذا الحبل متصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا جئنا من ساحة سيدنا الشيخ الطاهر، استقبلنا السيد الطاهر، وهكذا سيد الطاهر على الفيس اسمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا بمعية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في ضيافة السيد الدكتور محمود مرتضى البحياوي طريقة، وأكرم به من نسب لسيدنا الشيخ مصطفى البحياوي رضي الله عنه وارضاه. ولولا أنه يكره سيدنا الشيخ البحياوي، يكره يعني الإطراء والثناء، لقلنا فيه الكثير والكثير، لكن نسأل الله أن يمدنا بمده، ونجعل هذا المسجد إن شاء الله عامرا بأنوار مدد سيدنا الشيخ البحياوي السيد الإدريسي العظيم الشريف، بارك الله فيه ورضي الله عنه وأرضاه. حضرة النبي الغالي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يعني يركز عليه سيدنا الشيخ مصطفى البحياوي، أن أسماء حضرة النبي فيها مدد ولا بد من معرفتها. لمحاضرة قيمة في معرفة أسماء النبي اللي هي الأصلية، اللي قال عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي، أنا المقفى، أنا الحاشر، أنا العاقب. هذه الأسماء يقول هي الأسماء الأصلية لكل الأسماء اللي بعدها. لكن مثلا سيدنا الشيخ الجزولي جاب 201 اسم، سيدنا الشيخ النبهاني جاب 800 اسم في المنظومة بتاعته، سيدنا الشيخ في سبل الرشاد قال تصل إلى 1000 أو 2000 أسماء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الأسماء الموجودة هي سيدنا الشيخ الجزولي، والتي تقطع الشك باليقين في عملية التوسل، إن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ورا بعضها كده: غوث، غيث، غياث. حضر النبي كده: غوث، غيث، غياث. آخر اسم جايبه صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. يبقى بالله عليك الغوث، الغيث، الغياث، صاحب الفرج لا يستغاث به، اسمه كده. سيدنا الله سماه كده. هذه الأسماء أسماء النبي توقيفية، الله سماه بها، فهو غوث يغيث، وغيث اللي هو الغيث اللي هو المطر يعني، والذي يأتي بالربيع والذي يأتي بالخير كله. ومش غوث وغيث كده مرة ومرة، ده غياث يعني كثير الغوث لعباد الله، بل هو صاحب الفرج. هو فعلا صلى الله عليه وسلم صاحب الفرج في كل كرب في الكون. ما يفرج كرب إلا بحضرة النبي الغالي صلى الله عليه وسلم، ليس في عهده ولا في البعثة المحمدية، بل من أول أن وجد نورا في الأزل هو صاحب الفرج على الدوام صلى الله عليه وسلم. فهو المحمد وهو الأحمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه. احنا في ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. حديث كثير في الصلاة على النبي، لكن لو لم يكن إلا هذا الحديث لكان حافزا ومحفزا وسببا ومسببا للمحبين أن يتمسكوا بالصلاة على النبي. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة. يعني إيه أولى الناس بي؟ يعني أكثر ناس يكونوا جنبي على الحوض، على الميزان، في الكوثر، في المعية المحمدية، في رؤية الله في الجنة، في جواري. أولى الناس بي اللي كثروا عليه صلوات الله عليه. صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى، ترضي طه والآل مع صحب رسول الله. يا رسول الله أجلنا، يا رسول الله أجلنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. فحبيبي يا طه أنت فوق العلياء علوت، جزت الأكوان وسدت، من مثل رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. من نورك خلق الكل، من فضلك هطل الفضل، لن يحصي كنهك عقل أبدا يا رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. شرفت يا طه الشرفا، عرفت حبيب العرفا، عرفت حبيب العرفا، بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. صلوات الله الكبرى تتلى دنيا مع أخرى، واخصص أبناء الزهراء أبناء رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. يا رب أفض صلواتك وسلامة تسليماتك على أسعد مخلوقاتك مولانا رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن جرعات بسم الله ما شاء الله خدتوها عالية يعني من سيادنا الأدارسة الرضوانية والأحباب والعلماء والمشايخ، مجلس عامر بأهل العلم. ويعني يا سعادة من يلازم مجالس العلماء، ويا خسارة من يحرم من مجالس العلماء. هذا هو العلم اللي سند بالصلاة على النبي، علم لي سند لي أصول هكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما في رحاب أهل العلم والمعرفة الذين هم ورثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، وزادنا الله وإياكم إمدادا وإسعادا وإرشادا وإفادة. آمين يا رب العالمين. بارك الله في سيدنا الدكتور محمود أكرمه الله، وفي ذريته ومن يخرج من صلبه يا رب إلى يوم القيامة، وفي محبيه وفي هذا المكان اللهم اجعله عامرا. وهذه الليلة يا رب اجعلها ليلة مولد نبوي على الدوام فيه وفي ذريته وعقبه. آمين. إلى أن يخرج المهدي المنتظر
يجدكم فرحانين بجده صلى الله عليه وآله وسلم. آمين يا رب العالمين. كل صاحب حاجة. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.